يقول هذا السائل سماحة الشيخ: هل يكفي كتاب الإمامين الصنعاني والشوكاني في معرفة التوحيد؟ الصنعاني ألف كتابه تطهير الاعتقاد، والشوكاني رحمه الله له أيضا بالعقيدة مؤلف شرح الصدور لتحريم البناء على القبور. والحقيقة أن الشوكاني والصنعاني عالمان يمنيان، وهما من خير علماء عصرهما. الصنعاني توفي عام 1183، ويقال إنه عمر نحو من 120 سنة. والشوكاني أظنه توفي في 50 من القرن الثالث، أي 250 نحو ذلك. وهذان الإمامان محدثان فقيهان أصوليان، لديهما علم غزير واطلاع واسع، ولكل أسلوبه الخاص. فالصنعاني رحمه الله ذو علم جم، له سبل السلام شرح بلوغ المرام، وله حاشية على عمدة الأحكام، وله مؤلفات متعددة مختصرة وبعضها مطول، وله ديوان شعر فيه خير كثير وقصائد نافعة، وهو ممن أيد دعوة الشيخ محمد رحمه الله. وما نسب عنه من رجوع فهو خطأ، وإنما تلك القصيدة لغيره. والإمام الشوكاني إمام عظيم، ألف فتح القدير، شرح نيل الأوطار، والسيد الجرار عن المدفق على حدائق الأزهار، وله فتاوى تقارب 12 مجلد فيها عدة من رسائل وفتاويه. وهو ذو علم عظيم وينحو منحى الاجتهاد، وهو ضد التقليد الذي على غير أصوله. ولهم ثناء على دعوة الشيخ رحمه الله. والشوكاني ممن رثى إمام الدعوة بعد موته، وأجاز الشيخ سليمان بن عبد الله، وله اتصال بأئمة الدعوة، وأثنى على رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الزيدية، وهم رحمهم الله علماء في زمانهما لهما مكانتهما وفضلهما.